من الإصابات والخوف في وسط الميدان يتسبب في الإصابات. يعني خوف من الإصابات يسبب الإصابات، يسبب في الإصابات، لأن اللاعب ما عادش يتعامل مع كرة القدم بنفس الطريقة، يولي ما يمشيش للكرة وياخذ نوعا ما من الحذر، ونوعا ما من الحذر ما يكونش حاضر 100%، وما يكونش في وضعية حاضر 100%. وفي نفس الوقت ذهنيا اليوم اللاعبين اللي قاعدين يباشروا، يعني أول مرة نشوفوا بطولة عالم و5 أيام قبل بطولة عالم الفرق قاعدة ما زالت تنشط في يعني حتى يوم الأحد مساء كان هناك عدد من المباريات في الدوري الإيطالي، في الدوري الفرنسي، والإصابة للاعب المغربي يعني 5 أيام قبل بطولة العالم. يعني بالنسبة للاعب أصعب حاجة ممكن توقع له، لأنه لاحظنا ذلك أمس يعني خلال في نهاية المباراة، وكل اللاعبين الذين تجمعوا من الفريقين أثناء مباراة موناكو مارسيليا، لاعبي الفريقين كانوا إلى جانب اللاعب المغربي الذي كان خائفا من ألا يشارك في المونديال. عادل، طبعا هناك هذه المسألة، خوف من الإصابة تسبب الإصابة. هل أنتم تتحدثون بهذه الطريقة عندما تعملون في مجال الإعداد البدني؟ بالطبع مشكل الإصابات هو مشكل ديجا معقد، عنده عدة أسباب. احنا كاخصائيين في الميدان، افريقيا في امريكا الشماليه هم حبسوا المنافسه 15 يوم قبل كاس العالم، لكن في اوروبا لاحظنا اسبوع فقط. ولاحظنا البارح يعني اصابه نتاع المغربي هاريس امين، وشاهدنا الاصابه تاع مام كابامبي اللاعب الفرنسي. دونك يعني الفرق الاوروبيه ما حضرتش يعني كويس لكاس العالم. الاولويه بالنسبه لهم طبعا المشاركة المحلية. المغرب الآن، أيمن، كيف تلقيتم إصابة أمين حارس لاعب مارسيليا؟ وهل لديك آخر أخبار؟ هل سينسحب؟ هل سيذهب مع زملائه إلى الدوحة؟ مساء الخير لمشاهدي فرانس 24. مساء الخير الحضور الكريم. إصابة أمين حارس مساء أمس كانت مؤلمة لحارس، مؤلمة للمغاربة، يعني بشكل مفاجئ. يعني شفنا إصابة أثناء اللعب، مع كامل الأسف حظوظه لم تعد قائمة للمشاركة في كأس العالم. بنسبة كبيرة الموسم انتهى بالنسبة لأمين حارث، لأنها إصابة في صليب الركبة، وهي إصابة خطيرة تتطلب عليه عملية جراحية، تدخل سريع. أظن أنه إمكانية حضوره مع لاعبين مشاركين في كأس العالم واردة جدا لرفع من معنوياته، أكيد في هذه الظروف الصعبة. ولكن هذه هي حال كرة القدم. فقط أريد أن أشير إلى نقطة مهمة ما تدخل به الإخوان في الاستوديو. يجب أن نقوم يعني الفرق بين نوعية الإصابات. هناك إصابات عضلية وإصابات نوعية، يعني نتيجة عدم التأهيل بشكل جيد للموسم الكروي أو نتيجة ضغط المقابلات. وهذه النوعية من الإصابات لم نشاهدها كثيرا مؤخرا، لكن ما شاهدناه هو الإصابات أثناء المقابلات، أثناء الالتحامات. وهنا يعني تنركز على فرضية ما قال الإخوان في البلاطو، وهي أن الخوف من الإصابة هي التي تجرك إلى الإصابة. يعني اللاعب لا يمارس بكامل قواه، وبالتالي تكون فراجيل، يعني لدرجة أنه يقدر يصاب بأي التحام بسيط. وهذا ما لاحظناه يعني في التحام أمين حارث أمس، يعني كانت كرة طائشة، يعني لدرجة أنه المدافع قام برفعها، كان التحام بسيط. يعني هل اختار المدرب بديل لأمين حارث؟ سمعنا باللاعب بن شرقي. لا، لحدود الساعة ليس هناك يعني بديل لحياة تصميم اختيار، لكن بدون شك سيكون هناك اللاعبين من اللائحة الاحتياطية التي شكرا أيمن، سأعود إليك. طبعا هناك الكثير من الإصابات، سمعنا عن المنتخب الفرنسي الذي عانى